نادي الإسماعيلي أعلن إنه عمل حملة كبيرة لدعم النادي بالفلوس من الجمهور والمحبين للنادي، النبي هتجيب كده، والنبي هتجيب كده، وده عشان يقدر يلم مبلغ كبير يحل من خلاله أزمة القيد في يناير اللي جاي. وبالفعل الإسماعيلي عمل حسابات في البنوك، وبقى في أكتر من طريقة عشان الجمهور يقدر يتبرع بيها للنادي عشان يحل أزمته. وبعد ما الحملة بدأت شفنا ناس بتتبرع للإسماعيلي ب5 جنيه، وناس تانية ب100، وناس تانية بالآلافات. ودي مش أول مرة نادي مصري يعمل حملة عشان يلم فلوس تبرعات من الجمهور عشان يحل بيها مشاكله المالية. الإسماعيلي نفسه عملها في 2022 عشان يلم فلوس تبرعات من الجمهور والمحبين عشان يحل مشاكله في الفيفا مع لعيبته ومدربينه السابقين، لكن الحملة دي فشلت وما قدرتش تلم أكتر من نص مليون جنيه، ودول ما يعملوش حاجة في الفيفا، يا دوب بس فلوس المواصلات لحد هناك. وأول نادي مصري يعمل حملة عشان يلم تبرعات من جمهوره كان نادي الزمالك في سنة 2009 لما عمل حملة اسمها ناديك يناديك، وطلب من الجمهور إنه يتبرع عشان يحل أزمات النادي المالية. أتمنى من محبي نادي الزمالك ان هم ايا كانت الشخصيه انهم مد ايديهم لنادي الزمالك في هذه الظروف دي، مش تسول ولا شحاته ولا اي حاجه. كمان الزمالك كرر الحمله دي في 2021 لنفس السبب، وفي المرتين الحملتين فشلوا والزمالك ما قدرش يلم اي مبالغ كبيره تساعده في حل الازمه الماليه. انت بقى قول لنا كواحد من الجمهور، لو ناديك طلب منك تدفع له تبرعات عشان يحل ازمته الماليه ويدفع مرتبات اللعيبه اللي بالملايين، هتوافق ولا لا؟